ازيكم يا جماعة عاملين ايه الأخبار؟ أنا محمد خالد لو ما تعرفنيش. بحاول أشارككم رحلتي في سنتر، ازاي ابتديت وازاي هوصل للمليون. طبعا ممكن أفشل ممكن أنجح. المهم إن أنا بشارككم رحلتي باختصار. ولو عجبك كونتنت زي كده ممكن تعمل سبسكرايب وتشوف الفيديوهات الجاية. ده ببساطة. النهاردة تقريبا دي الحلقة السادسة معرفش. بعد إذنك لو دي أول مرة تشوفني شوف البلاي ليست من أولها. ازاي ابتديت وازاي كملت لغاية دلوقتي. انا حاليا معايا قرابة ال50,000، لكن قبل ما نكمل واوريك البورتفوليو احب اقول كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. الكريسماس هابي نيو يير، بالذات المسيحيين كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله تكون سنة سعيدة وتحققوا كل اللي انتم نفسكم فيه. آه في كذا حاجة هقولها الفيديو ده. الفيديو ده مش هيبقى طويل. انا حاسس ان البلاي ليست نوعا ما، او مش نوعا ما، مدعبكة ومش منظمة شوية. فانا قررت من اول حلقه دي الحلقات الجايه هتبقى منظمه جدا وتبقى كل حاجه مفهومه، بحيث ان انتوا تكونوا عارفين كل حاجه. فده ببساطه في حاجات عايز اقولها لكم، اللي هو ازاي بقسم دخلي وازاي بعمل سيستم لنفسي ان انا استثمر عشان اوصل للمليون ببساطه في رحلتي في سندر. اوكي، اول حاجه بعملها ان انا بخلي معليش اي ديون، اي مصاريف سلفه ما بطلعها اول حاجه. بعد كده ببدأ أعمل حاجة اسمها emergency fund، صندوق طوارئ. بعد ما أشيل ديوني، شلت ديوني، عملت حاجة اسمها emergency fund، وحطيت فيها فلوس من 3 ل6 شهور من شغلي، عشان أضمن إن أنا لو احتجت فلوس مروحش أستلف من حد. وتبقى حاجة زي مرجعية ليا اخد منها فلوس وقت ما احتاج في الحاجات الطارئة، بس مش اللي هو استلف فلوس مثلا او اخد فلوس من الامرجنسي فاند واجيبها على لبس. لا، تبقى حاجات طارئة، مثلا موبايلي اتسرق زي ما حصل من 3 ايام، ودلوقتي حاليا انا بصور بانفينكس هوت 50 اي. ده بالمناسبة. ربنا بقى يعوض عليا، وانا كنت شغال الموبايل وقع مني وفي حد خده. ف يعني الحمد لله على كل حاجة، ده قدر. لكن اي يكن انت فهمت نقطتي. emergency fund اخدت منها فلوس وحطيتها في الموبايل ده. فده ببساطة. تاني حاجة، يعني دلوقتي اول حاجة، مفيش سلفة تحاول اي حد انت مستلف منه فلوسك تحاول تبعدها، تحاول تتخلصها الاول. بعد كده تعمل حاجة اسمها emergency fund. بتحط فلوس، يعني انت لو بتاخد مثلا 10,000 او 5,000، بتحط من 3 ل6 شهور. يعني في الشهر لو بتاخد 5,000 فهتحط 15,000 في الامرجنسي فند عشان تعرف تستثمر براحتك. الخطوة التالتة تبدأ بقى تقسم البادجت بتاعتك. يعني انت لو بتاخد 5,000 مثلا هتحط مثلا 50% استثمار، و50% مثلا تصرفهم على التزاماتك. 60/40. انا عن نفسي بخليهم 70/30 او 80/20 لو قدرت. فده باختصار. فلوسي بحط 80% في صندر و20% بحاول أصرفها أنزل على نفسي. التزامات مثلا عشان عندي موتوسيكل، فزيت وبنزين وصيانات وحاجات زي كده. آخر حاجة، ببدأ بقى يعني الفلوس اللي أنا حاططها أبدأ بقى أقسمها هجوم ودفاع. أخاطر بفلوس قد إيه وأدافع بفلوس قد إيه، وأخليها في الذهب وفي صكوك وفي شهادات استثمار وحاجات زي كده. وال70% أخليهم، أو ال80% أخليهم في أسهم هجومية، أسهم ممكن تكبر فلوسي بسرعة. يعني مثلا أنا معايا 20,000 في صندر مثلا، ف70 أو 80% منهم بخليهم هجومي في اسهم. لكن ال20 او ال30% بتبقى مثلا في حاجات زي اي جي اكس 30، ذهب، زي ازمة جولد، صناديق بتستثمر في الذهب هكذا. فده ازاي انا بقسم فلوسي وبستثمرها. السياسة اللي بتبعها بقى في البورتفوليو، بحاول اخلي فيه 10% من راس مالي الكامل السيولة في صندر. ده بعيدا عن emergency fund، بعيدا عن كل حاجة. في المحفظة الاستثمارية بحاول أخلي فيه 10% من رأس مالي في ستاندر سيولة، بس من غير حاجة. ليه؟ عشان لو شفت فرصة أعرف أستثمر فيها، أعرف مثلا زي توزيع أرباح أعرف أضارب فيه. حاجات زي كده لازم يبقى معاك سيولة على طول في المحفظة الاستثمارية. رقم اتنين، أنا مش بنوع. أنا هبدأ أنوع بعد ال100,000، بعد ما أوصل في البورتفوليو بتاع ال100,000 هبدأ أنوع. تالت حاجة أبدأ أركز في قطاعات زي الأول، في قطاعات مثلا زي العقارات، بعد كده الأسمنت،
بعد كده الدواجن، بعد كده الرعاية الصحية، بعد كده ممكن استثمر في الألمونيوم أو الحديد، وصناديق الاستثمار في الحاجات التانية اللي أنا مستثمرتهاش زي القطاع الخدمات المالية الغير مصرفية. بس أنا هبدأ أخدها قطاع قطاع. القطاع الأول عقارات، بعد كده الأسمنت، بعد كده زي ما قلت الدواجن، الرعاية الصحية، وهكذا. هدفي في 3 سنين أوصل لأول مليون أو سنتين ونص. يعني لو أقدر أعمل أسرع من كده هعمل، بس دي الخلاصة. هدفي إن أنا أخلي دخلي يكبر على قد ما أقدر، سواء من البيزنس أو الشغل. والفلوس كل ما تزيد البرسنتج بتاعت الاستثمار ثابتة، اللي هي 70 ل 80%، باخدهم وأحطها في سنتر وأحاول أستثمرها. بحاول أبعد الفلوس دي عني وأشوف قد إيه أنا أقدر أمشي من غير الفلوس دي واستثمرها. فده ببساطة دي السياسة اللي أنا بتبعها. تعالوا نشوف بقى بعد ما خلصت ده كله البورتفوليو بتاعي. هنا ده البورتفوليو بتاعي يا جماعة. في أزمة جولد حاطط 1500، كسبان 27%. مصر هنا اشتريت أسهم، معايا 15000، خسران 400 جنيه. الوطنية للإسكان والنقابة المهنية خسران بتاع 4500. طبعا أنا اشتريت السهم ده وأخدت توزيع أرباح حوالي 3000 جنيه. زي ما احنا هنشوف هنا دلوقتي اهو 3000 جنيه من توزيع الارباح. وكنت كسبان 2000 هنا من توزيع ارباح اسمنت العربيه الاسمنت، سوري. وبرضه كنت كسبان توزيع ارباح من قناه التوكيلات الملاحيه بتاع 2150. فده ببساطه معايا 800 جنيه في في المحفظه، مش مستثمره. معايا 46، خسران بتاع 4500 تقريبا. فده باختصار. خليكوا شايفين البورتفوليو دي، الاسهم اللي انا واخدها ومختارها ودلوقتي كلها بالاحمر. انا مش هبيع غير اقل من 8 شهور. دي قاعدة انا حاططها لنفسي، مش هبيع اقل من 6 ل 8 شهور. ده بالكتير، باقل حاجة من 6 ل 8 شهور هيفضل معايا اي سهم انا هشتريه. مش هضارب، ولو هيبقى ضارب هيبقى من 10% في السيولة اللي انا حاططها في المحفظة الاستثمارية. ده ببساطة. لان انا كل مره بقول هستثمر بينتهي بيا القصه ان انا اضارب واقعد شهر اتنين واغير السهم. حتى تشوفوا في اخر 5 حلقات انا كل حلقه بيبقى معايا اسهم غير الحلقه اللي قبليها. فانا قررت مهما حصل هستثمر في سهم، اقعد من 6 ل 8 شهور، وهشيل السيوله او الفلوس او الاسهم هبيعها لو حصل كارثه. لو ما حصلش، مهما حصل طول ما انا مستثمر السهم ومحلله تحليل صح، مش هبيعه مهما حصل. فده باختصار. انا طبعا خسران دلوقتي حوالي 10% من البورتفوليو بتاعي. مش مهتم لان انا ببص على اللونج تيرم انفستمنت. مش فارقه معايا، مش هنوع طبعا لان انا لسه ما وصلتش ل100,000 زي ما قلت لكم. فده ببساطه، لا ده انا لسه هعزز موقفي واشتري حصه اكبر في شركه الوطنيه للاسكان والنقابه المهنيه ومصر اسمنت هنا. هستثمر فيهم. شركة مصر، سوري، الشركة الوطنية للإسكان والنقابة المهنية سعرها مغري جدا. كانت في التوزيع الأرباح كانت حوالي 92. شوف السعر دلوقتي كام، 78.75. السعر مغري جدا. ممكن أعمل متوسط جميل جميل. ده ببساطة. طبعا شركة قوية، هيكل ملكية حكومي، توزيع أرباح كبير كل سنة. بقالهم 4 سنين ولا 5 سنين كل سنة بيوزعوا ربح أكتر من 10%. أرباح مستقرة. شركة قوية مدعمة من الحكومة. أنا هفضل أستثمر في السهم ده إن شاء الله أقل حاجة سنة، مش هبيعه. بل بالعكس أعزز موقفه وأشتري حصص. لكن حاليا أنا عايز أشتري شوية أسهم مصر أسمنت هنا، على الأقل يبقى معايا سهمين أقعد أضخ فيهم فلوس لغاية أول ما أوصل 100,000 جنيه. فده ببساطة دي نهاية الحلقة. يا رب ما كنتش طولت عليكم. أنا محمد خالد، وتابعوني الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم.